تجتاح المواقع التي يتردد عليها الجزائريون في مواقع التواصل الاجتماعي صور وصفت بالصادمة والمهينة، وتارة بأنها تعبر عن الأزمة الحقيقية للبلاد. إنها صور أعداد كبيرة من الجزائريين في طوابير أمام طوابير طويلة جدا، طوابير لا تنتهي حتى قبل فتح المحل من الرجال والنساء في انتظار اقتناء كيس من الحليب في مشهد محير وغريب. طوابير يومية لا تنقطع عبر مختلف نقاط بيع حليب الأكياس. مشاهد باتت مألوفة جعلت المواطن محتارا في رحلة بحث دائمة عن كيس حليب واحد. هي ليست طوابيرا لأجل الوقود، لكنها طوابير لأجل الظفر بقارورة غاز. هي ميزة محطات نفطال بسكيدة في 48 ساعة الماضية. نقاط لبيع البقوليات بتيارت، منها النقطة الوحيدة ببلدية فرندة، حيث لا تخلو من الطوابير اليومية، يقابله طلبات لفتح نقاط أخرى